كتبدا القصة من بعد 16 عام من موت الإمبراطور ماركوس، ملي ولات روما تحت حكم إمبراطوريين فاسدين اللي كتكون سميتهم غيتا وكاراكارا، وكتكون المدينة في واحد الحالة صعيبة بزاف وعلى وشك الانهيار في أي لحظة. في عام 2000 ميلادي كنشوفو واحد الشاب اللي سميتو لويس، وعنده اسم مستعار اللي هو هانو، وخدام في الزراعة وعايش هو والزوجة ديالو أريجانا. وفجأة كيبان لهم النار والدخان وكلشي مرهون عند البواب. كيفهموا أن كاين شي تهديد ولا معركة جاية، وبالزربة كيمشيو يجهزوا روسهم وكينضموا المحاربين، وبداو كيستعدوا لمواجهة الجنرال أكاسيوس والجنود ديالو الرومانيين. وكتبدا المعركة وهانو اللي معاه كيوجهوا ضربات قوية ومتتالية نحو الجنود الرومانيين، ولكن الجيش الروماني كان مستعد بكل القوة ديالو ورد عليهم بضربات أقوى من ديالهم. وكانوا الرومانيين كيسعوا باش يسيطروا على المعركة، وهانو صحابو كانوا كيسعوا باش يتصدوا للهجوم، ولكن في النهاية قدر الجيش الروماني يسيطر على الوضع وداروا واحد الجسر ودخلوا عليه من أرضهم واشتعلت واحد المعركة قوية. وهانو مراتو كانوا كيتضاربوا بشجاعة وبدون استسلام. لفتات أريشات الانتباه ديال أريسيوس البراعة ديالها في القوس، وأمر الجنود ديالو باش يقتلوها، وضربوا واحد السهم قاتل وطاحت في البحر. وهان حاول باش ينقذها ولكن تلقى واحد الضربة قوية تا هو طايحات، وهو بين الحياة والموت شاف مراتو لآخر مرة اللي خلات الذكريات بينه وبينها لا تنسى. من بعد ما جنود الرومان سيطروا على المدينة شدوا الأسرى، ودوك الأسرى كان بيناتهم هانو. من بعد رجع أكاسيوس إلى أوكسترا وهو منتصر في الحرب، واستقبلوا غيتي بالثناء والمكافآت. وقال غيتا على خطة لغزو بلاد الفرس والهند، ولكن أكاسيوس عارضه وقال لي أن الأولوية خاصها تكون حل مشاكل روما الداخلية. ورفض غيتا الهضرة ديالو وقال لي باش يستعد للغزو. بغدا وتحضير الألعاب ديال المصارعة بغرض التسلية وإظهار القوة ديالهم. وخداو هانو الأسرى اللي كانوا معاه لواحد الساحة كبيرة تحت أنظار الإمبراطور ماكريوس، وكان على هانو الأسرى اللي معاه باش يتضاربوا ضد القرود. وهاد القرود غير كتشوفو ما كيبورش لحمهم، بقى غير يتضارب معاهم. وهاد خونا اللي كان مع هانو الأسرى استسلم القرود وكان فاقد الأمل، وهجم عليه واحد القرد وحيد ليه راسه. وهنا هان دخل مع الصاد وعرف ما عندوش حل من غير أنه يتقاتل معهم، وهجم عليه واحد من القرودة ولكن هان عضو من يده، ومن بعد خنقوا بالمينوط حتى عقدهم. وملي شافوا القرود الاخرين هما يخافوا منه. ماكريوس شاف مهارات ديال هانو في القتال وعجبو، قرر باش يجربوا ضد فيغو المدرب ديال المصارعين، وكان باين عليه انه قوي بزاف. ورغم الفارق الكبير في القوه والخبره بين هانو شجاعه وقوه كبيره وقدر انه يغلب فيغو. ولاحظ ماكريوس الغضب الكبير اللي في عينين فيغو وسولو، وجاوبو هانو انه كيركز باش ينتقم من اكاسيوس، ووعدوا ماكريوس انه غادي يعاونو في تحقيق الهدف ديالو اذا تقاتل معاه بجديه في روما. وفي نفس الوقت رجع أكاسيوس عند مراتو لوسيلا، وبدا كيعاود ليها على التضحيات اللي كيقدموها الجنود لتلبية أوامر إمبراطوريين فاسدين. وحس بندم شديد، قرر هو ومراتو يخططوا الانقلابات ضد الإمبراطوريين بمساعدة ديال الحلفاء ديالهم. فواحد النهار عرض ماكريوس على هانو واحد الحفل في وسط المدينة اللي منظمها سيناتور بحضور الأباطرة والإمبراطوريين والشخصيات المهمة. وكان هانو مجبر للقتال ضد شخص آخر لإرضاء الحضور، وحاول هانو باش يتجنب القتال ولكن اضطر باش يدافع على راسو بعد الهجوم ديال الخصم ديالو. وفي الآخر ضربوه بموس وقتلو. وقرب غيتا من هانو وسولو واحد السؤال، ورد عليه هانو قال ليه الجحيم مفتوح ليل ونهار، وزاد قال لي أنه سهل باش ينزل ولكن الرجوع للقمة هو اللي صعيب، وقال لي أن النظر إلى السماء الصافية هو المهم. من بعد كنرجعوا الألعاب المصارعة في الكولوسيوم، وكيكون هان ضد مجموعة من المقاتلين المسلحين. وملي دخلوا الحلبة بدا هان كيهز في التراب والمزرير بالطريقة اللي كان كيهزها بها باه. وهاد الحركة لفتت الانتباه ديال لوسيلا اللي كانت كتراقب من بعيد، وتعرفات عليه من هاد الحركة. وفي الحلبة كان هان وصحابو كيواجهوا البطل الكبير غيليسيو اللي ما فايش لي يخسر من قبل. فهاد غيليسيو كان وحش في المعركة وكيهزم اي واحد جا قدامه، وهو كان راكب فوق واحد القرن، واي مصارع كان كيلعب ضده كان كيطيح قدامه واحد تابع واحد. ملي سهل من هادوك اللي كانوا مع هانو واجه هانو واحد ضد واحد قوية في الاخر، وكانت هاد المعركة متوازنة بيناتهم، كانوا نفس النيفو تقريبا. وهانو قدر يصمد لمدة طويلة ووجه ضربات قوية، ولكن في النهاية طاح من بعد ضربة قوية من غيليسيو. وقرر غيتا باش ينهي المعركة وعطى الأمر لغيليسيو بقتل هانو، ولكن هانو ما استسلمش وقاوم حتى ضرب غيليسيو الفرشة وقدر انه يقتله. ومن بعد المعركة دار غيتا الحركة الشهيرة ديالو، وهذا الشيء كيعني ان هانو هو اللي ربح. ومن بعد القتال مشات لوسيلا للغرفة ديالها وهي غارقة في الأفكار ديالها، وتفكرات الهضرة ديال فيرجيل اللي كان كيقول في الماضي، وتفكرات في الوقت اللي صيفطت هانو للمنفى وهو صغير. في ديك اللحظة عيونها كيدمعوا وعرفات أن ولدها رجع من جديد. وفي نفس الوقت هانو كيكون عند الطبيب ديال المصارعين وكيتعرف عليه هانو كتكون سميتو رافي، وكيعالج ليه الجروح اللي تصاب بها في المعركة.
من بعدها كراكوس كيجيب الوسيلة باش تلاقى مع ولدها، كتكون هذه هي الفرصة باش تكشف ليه الحقيقة على أنه ولد ماكسيميوس. ولكن هانو ما كانش مهتم بهالشي وغضب وقال لها أنها تخرج من الزنزانة. كان مقلق منها وحزين حيت يبعداتو على الأهل ديالو، وكان حاقد على أكاسيوس حيث هو السبب في موت مراتو. من بعدها مشات لوسيلا عند أكاسيوس وطلبات منه باش يعتق ولدها. في هذا الوقت كيكون هانو كيتدرب بكل قوة. من بعد فترة كيدخل واحد المسابقة ديال المصارعة بحرية. في هذه المصارعة كيتحدى شكون اللي غيبقى في الحياة، وهانو كيقود السفينة وكينجح أنه ينتصر على السفينة الأخرى. من بعد ما دمر المجاديف ديال السفينة، في وسط المعركة حاول هانو باش يضرب أكاسيوس بواحد السهم، ولكن السهم مشى بين جيتا وكاراكالا، واعتبر جيتا وكاراكالا هذا هجوم شخصي عليهم. من بعد المعركة مشى ماكر المنزل ديال فراكاس باش يطردو منه، حيت فراكاس كان مدين ليه واحد المبلغ ديال المال، ويقول ليه فراكاس على واحد الخطة كان دايرة باش يطيح بالإمبراطور. من بعد كنشوفو أكاسيوس ولوسيل قدام جيتا وكاراكالا كيكونوا عرفوا على الخيانة ديالهم، وجيتا كيقول لهم انه غادي يقتلهم قبل ما يوصلوا للسجن. وكيقول ماكريوس لجيتا باش يحط أكاسيوس في الألعاب ديال المصارعة كعقاب على الخيانة ديالو. في جهة أخرى كنشوفو أن هانو بدا كيتواصل أكثر مع رافي، كيكتشف أنه كان عبد سابق وخد الحرية ديالو بعض النقاط ديالو في المصارعة. كياخد رافي هانو لمكان خاص وهو ضريح ديال المصارعة، وتما كاين واحد الحيط فيه أسماء المصارعين اللي ماتوا، وكيشوف الاسم ديال الوالد ديالو والدرع والسيف تا هما معلقين. كيقرا شي كلمات شهيرة: ما نفعله في هذه الحياة يتردد صداه إلى الأبد. هاد الكلمات دارت أثر كبير في قلب هانو وخلاته يفكر في الورث الكبير اللي خلاه ماكسيميوس. كينتقل المشهد لكاسيوس وهما كيعاقبوا فيه، كيجبروه على القتال ضد الحرس الامبراطوري، ولكنه كيقدر يضربهم وكيهزمهم في الاخر. ومفاجأة ملي كيخرج هانو ضده كيبدا قتال اسطوري بيناتهم. من بعد مطايفة طويلة قدر هانو انه يسيطر على النزال، وكيعترف أكاسيوس بحبه لأمه، وكيقول لي أنه كان صديق الوالد ديالو. من بعدها هانو كيرفض أنه يقتله، ولكنهم ما كيقدروش يغيروا القرار ديال جيتا كيأمر الحراس باش يعدموه، وكيطلقوا الحراس عشرات الأسهم حتى كيقتلوه. وهانو ما كيعجبوش الحال وكيبدا يغوت وكيقول إلا كانت روما كتعامل الأساطير ديالها بحال هكا راه خاصهم يستعدوا لما هو أسوأ. من بعدها كيخرج من الحلبة والجماهير كتبقى تعيط بسميتو هانو. وماكريوس كيزور هانو في الزنزانة ديالو، كيسولو على قرار إعفاء أكاسيوس من الإعدام. كيرد عليه هانو كيقول ليه أن كاينة طريقة أكثر عدلا لقيادة روما، وماكريوس ما كيتفقش معاه في هذا الرأي، وكيقول ليه أنه خاص روما تحكم بالقوة والعنف. من بعدها ماكريوس كيمشي عند الأباطرة لخسورتهم. في هذا الوقت الشعب كيبدا يدير في الشغل، كتكون الأمور متوترة في الشوارع بسبب الأوضاع الصعيبة في البلاد. في نفس الوقت جيتا كيهين كاراكالا قدام الجميع بسبب اختلاف الآراء ديالهم مع كيفية التعامل مع هذا الوضع. كيتقلق كاراكالا بزاف وكيمشي يهضر مع ماكر على انفراد، وماكر كيقنع كاراكالا أنه خاصو يواجه خو جيتا بالسيف. من بعد ما فكر كاراكالا بزاف اقتنع أن هذا هو الحل، كيهجم على جيتا وكيحاول باش يقتلو، وجيتا كيطلب من ماكر باش يوقف، وماكريوس كيشد اليد ديال كاراكالا وكيقطع الراس ديال جيتا. وفي هذا الوقت لوسيلا كتزور هانو مرة أخرى وكتعطيه واحد الخاتم ديال جدو، وكيتصالح معاه أخيرا وكيعنقها لأول مرة من زمان طويل، ورجعوا العلاقة ديال الأم والابن بعد فترة طويلة بزاف. وكيعطيها هانو الخاتم لرافي وكيطلب منه باش يسلم الخاتم لأحد القادة ديال أوسترا، وغادي يعرفوا هذا الخاتم ديال من وغادي يجيبوا الجيش باش يعاونوا الخطط الجاية ديالو. وفي نفس الوقت كاراكارا كيتولى العرش، وأول قرار خداه هو تعيين القرد الأليف ديالو باش يولي الوزير الأول، وهذا القرار كيفاجئ كلشي. من بعد هذا القرار كيجيب ماكريوس الراس ديال جيتا قدام المجلس كامل وكيكونوا مصدومين من هذا الشيء. من بعد ما مشى كاراكارا ماكر كيستخدم هذه الجريمة باش يجمع الأصوات من عند مجلس الشيوخ ويتولى هو الحكم. ومن بعد ماكر كيمشي للغرفة ديال لوسيلا وكيهضر معاه وكيشرح ليها كيفاش أنه كان عبد تحت الحكم ديال الجد ديالها، كيزيد يشرح على الخطة ديالو باش يقضي على السلاسل الإمبراطورية ويتولى هو الحكم. ماكريوس كيأمر كاراكارا بإخراج لوسيلا والمتآمرون إلى الكوليسيوم، كيضم هانو الخطة الدفاع عليها، والخطة هي إلى ماتت وهاد الخطة إلا ماتت لوسيلا غادي يكون غضب كبير بين الشعب، وتما كتولي عندهم فرصة لقتل كاراكالا، وديك الساعة يقدر يطلع للعرش. ملي كيعرف هانو أنه خاصو يدافع على والدته كيهرب من الزنزانة في وقت متأخر في الليل، وفي طريقه كيواجه المدرب ديال المصارعين وكيقتلو، والمقاتلين الآخرين حتى هما كيتمردوا. من بعد هانو كيمشي ياخد الدرع والسيف ديال باه، وهو كيعرف أن هاد الأسلحة جزء من هويته وتاريخه، وغير كيلبسهم وكياخد المصارعين الآخرين تمرد باش ياخدو الحرية ديالهم.
وكيدير جهدو كامل باش يتخلص من الظلم. والمصارعين كيتقاتلوا ضد الحراس الامبراطوريين في الساحه، مما كيتسبب في شغب كبير في الحلبة، وحتى دوك اللي كيتفرجوا كيتصابوا بالاسهم، وكتصاعد الاحداث بشكل غير مسبوق. كلشي فقد السيطره على الوضع. في هذه الفوضى كيستغل ماكاريوس الفرصه وكيقضي على الامبراطور. من بعد ماكاريوس كيضرب لوسيلا بسهم في صدرها، وهانو مقدرش ينقذها. ماكاريوس كيهرب بسرعه وكيركب فوق الحصان باش ينضم للحراس ماكريون باش يواجه الجيش اللي جاي من برا. وهانو حتى هو كيركب في العود وكيجيبها. من بعد كيتلاقاو الجيشين وجه لوجه، وهانو كيضرب ماكريوس من فوق العود. من بعد كتصير مواجهه وجه لوجه بين هانو وماكريوس. وفي الاول كيكون ماكريوس قوي بزاف على هانو، ولكن هانو كيتفكر الهضره ديال امو اللي كان ديما كتعطيه القوه. كيجمع القوه ديالو من جديد وكيوقف، كيضربو بالسيف وكيقطع ليه اليد اليسرى، ومن بعد كينهي ليه حياته بشكل نهائي. من بعد المعركه كيخرج هانو وكيهضر مع الجيشين وكيحاول يقنعهم بوقف القتال، وكيقول لهم ان القتال بلا معنى. وكاع الجنود اللي كانوا تما كيجمعوا السيوف ديالهم وكيبداو يغوتوا وكيقولوا انهم موافقين على وقف القتال. وفي الليل كيمشي هانو للساحه بوحدو، وتما كيبرك في الرمله وكيبدا يدوي مع باه، محاطا بالهدوء اللي كيعمر المكان، وقلبه عامر بالحزن على باه. وكيحس بفراغ كبير بحال الى قلبه مفقود، وكيحتاج لباه اللي كيمثل القوه، الاب اللي كيمثل القوه والالهام، وكيخفف الالم والهم ديال القلب. وهنا كيسالي الفيلم. الى عجبك ما تنساش دير لايك كومونتير وبارطاجي مع صحابك، وتهلا.